سلام أمهات. من بعد ما هضرنا على الأم المرضع واش تصوم ولا لا وشرحنا شنو خصنا نديرو، دابا غادي نهضر على الأم اللي توفرت فيها الشروط وغادي تصوم. الطريقة الصحيحة باش تصوم بها. شنو خصنا نديرو؟ دونك شنو خصنا، عندنا مجموعة ديال الممنوعات وعندنا مجموعة ديال اللي خصنا الحوايج اللي خصنا نديرو. دونك غنركزوا أول حاجة على شرب الماء خصنا نشربوه على الأقل واحد 2 لتر ونص، يعني من المغرب للسحور. طبعًا داخل فيها السوائل الأخرى إلا دي تيزان، السوائل ديال الشوربة وهذا. دونك هادشي في المجموع خصها تكون واحد 2 لتر حتى ل2 لتر ونص، لأن التكوين ديال الحليب كما كنعرفوا بأنه 80% ديال السوائل. دونك خصنا نكثروا من السوائل، ولكن ما نشربوهمش دقة واحدة، نشربوهم على مراحل. الحاجة الثانية اللي خصنا نركزوا عليها وهي البروتينات يعني اللحم، الدجاج، الحوت، البيض. هادشي كله خصنا نركزوا عليه، خص يكون في التغذية الأساسية ديالنا. يعني يعني الطبق الرئيسي خصو يكون فيه يا إما الحوت يا إما الدجاج يا إما يا إما اللحم، ومعاها الخضر بكثرة والفواكه. الدهون الصحية، زيت الزيتون، المكسرات يعني القرقاع، اللوز، الكاوكاو، هادشي كله فيه دهون صحية وخصنا نكثروا منه حتى هو ندخلوه في التغذية ديالنا. السكريات الطبيعية بحال التمر، الزبيب، حتى هو نكثروا منه. وبالمقابل عندنا بزاف ديال الممنوعات واللي هما اللي خصنا نبعدوا منهم، يعني السكريات المضافة بحال الحلويات، جميع أنواع الحلويات، المعجنات حتى هما ما غاديش يفيدونا، غادي غير يعمروا لنا كرشنا بلا فائدة. نحاولوا نبعدوا منهم، نحاولوا نبعدوا من القهوة، اتاي، المشروبات الغازية. هادو كيكثروا العطش، كيكثروا زعما كيديروا العطش وما كيفيدوش، يعني دهون زعما سكريات دغيا يعني كيرفعوا لنا شويه نسبه السكر ودغيا كيهبطوا وكيحسسونا بالتعب يعني طيله النهار. دونك خاصنا نحيدوا منهم، نعوضوهم بالنشويات النشويات اللي كت تشدنا زعما واحد المده طويله، بحال الخبز الكامل، بحال الشوفان. يعني السكريات اللي النافعه ماشي الضاره. دونك بعجاله نعطيكم واحد نبذه على الفطور، كيفاش خصها تفطر المراه اللي كترضع. يعني تفطر تميرات مع الماء، من بعد تدخل حريره او شوربه او مهم اي نوع ديال لي سوب، من بعد دير طبق يعني متوازن فيه اللحم او الدجاج او الحوت، فيه معها شويه الخضار. تدخل الفواكه حتى هي الفواكه بجميع انواعها. آه، حاجه واحده اخرى هي تحاول المراه ما تتعبش في النهار ديال وهي صايمه، يعني تحاول تنعس، يكون النوم ديالها كافي. فاش ينعس البيبي ديالها اذا كان في الامكان تنعس حداه، تحاول تطلب المساعده لان ماشي عيب نطلبوا المساعده لانها راه محتاجه المساعده. ما ديرش اشغال شاقه بوحديتها وهذا، تحاول دير داكشي غير على قد الحال، باش لان حتى داك الشقه وداك التعب راه كينقص اضرار الحليب. تحاول تحيد من التوتر لان حتى هو التوتر كينقصنا اضرار الحليب. وتحاول ما امكن ما تنقصناش عدد الرضعات، يعني عدد الرضعات يبقى هو لان كل ما رضع البيبي كل ما الحليب كيتنتج. وكنظن هادو هما مهم بعجاله وبايجاز الحوايج اللي خصها دير المرضع وشنو خصها تتبع باش تصوم صوم صحي وما ينقص لهاش الحليب. والله يثبت الاجر ولا يدخل علينا بالصحه والعافيه ان شاء الله وجميع المسلمين.